صلاة النبي مكسب السر ديجيتال اللي هيوفر عليك آلاف الجنيهات في كشف أعطال الصاروخ أو الهيلتي أو الشنيور. الاختراع ده ليك والكل صنايعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نورت قناة لحداد دوت كوم. يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. النهاردة إن شاء الله هنصنع مع بعض جهاز دقيق جدا لاختبار أي مبينة صاروخ هيلتي شنيور بنظام إن شاء الله بنظام الديجيتال كامل فولت وأمبير. يلا بينا نسمي الله ونشوف مع بعض السر. هتجيب قطعة خشب 20 في 30 تمام، وحتتين خشب كمان صغيرين 5 سنتي مثلا في 20 دولت اللي هركبوا من تحت القطعة. وبعد كده هتجيب حتتين علب 4 في 8 طول 10 سنتي، وهتجيب شريحتين صاج يركبوا من فوق تمام، زي اللي زي ما بشرح في الفيديو بالصورة كده، بس حبيت اوضحها لكم بالصوت يعني. ولو حبيت تعملها كلها خشب طبعا هيكون افضل، بس انا طبعا هو ده المتوفر عندك من انا حداد يعني وكده، هو ده المتوفر عندي، فانا حبيت اعملها بالحديد انها تعيش برضو معايا كتير يعني الحمد لله. هتجيب قطعة العلبة ال4 في 8 زي كده، وهتكمل بقى علامات الصاج زي كده تمام. حتتين صاج هتفتحهم من نص مكان البلية، رمان البلية اللي هيسقط فيها بتاع المدينة، وهتقطعهم بالصاروخ. فكرة بسيطة وجميلة جدا وعملية والله. أنا كنت جبت كذا مبينة عامة، يعني عندي مباين كتيرة بايظة، يعني البايظين أنا طلعت منهم واحدة شغالة تمام. والجديدة اللي اشتريتها تمام وكنت شاكك فيها انها بايظة ومركونة، وركنتها ورحت جبت واحدة جديدة تانية غيرها بسبب كنت راكبها في الصاروخ فاهم تشرز. رحت وديتها لواحد صنايعي برضه صاحب الله يصلح حالنا وحاله بتاع صواريخ وكده، برضه نفس الوضع بتشرز تمام. قال لي لعيب المبينة، ورجعت للراجل التاجر اللي هو بيبيع قال لي ده عيب المبينة تمام. وفي الاخر طلع مش عيبها. جيت ركبتها في صاروخ تاني اهيت وجربتها الحمد لله اشتغلت زي الفل، وجربتها بعد ما جربتها طبعا واختبرتها بالجهاز اشتغلت وبقت تمام. ربنا يصلح لنا حال الجميع. دي كده الصاجة دي بتاع عرضها 4 سنتي كده في 15، دي اللي هتثبت عليها تربطها بالمسامير، هتربطها بالخشب اللي هي بتاع العلبة. كل حاجة كل ما ندوس لحد ده يعملها، يبقى أفضل يعملها خشب يعني، أو يروح لحداد يخليه يعملها يبنط له الحديد زي كده، يقطع له حديد ويلفهوله ويظبطوله زي كده. لكن لو ما عندكش علب وحديد وكلام من ده، يبقى الأفضل مش تيجي يعملها خشب. الخشب كتير ومتوفر وسهل. والبوتاسيوم اللي فوق دول بتاع قفيز، اللي هو القفيز اللي بتاع الغاز او بتاع المية ال3/4 عشان يمسك البلية من فوق. هي الفكرة كويسة، بس انت لو عندك افكار افضل من كده تعرف تظبط بيها يعني. انا اديتك الفكرة وانت كمل فاهمني. كده انا بفتح مكان رمان البلي عشان خاطر طبعا من هنا هو بيتحكم في الدوران. بيتك تمام، وبربط الصاج في الخشب. بعد ما تربط جامد الجنب بتاعها لحد العين الأول، مبينة فيها انت هتشتغل مبينة الصاروخ، مبينة هيلتي، مبينة الشنيور، أي مبينة هتشتغل عليها تحدد عليها المساحة وبتربط المسامير. عندك مباين مختلفة يبقى الجهاز ده في ايدك بيتحرك، بيفك المسمار اللي انت ربطتهم دول تقرب أو تبعد تمام. بس وبعد كده بتثبت المبينة زي كده وتجرب بإيدك شغالة يعني بسلاسة وكده. وديت سوست الشاي طبعا، اي سوست هتنفع تركب. انا ديت كانت سوست بتاعت مساحة بتاع عربية. خدت منها الشريحة ديت تمام، ونضفت مكان البوية اللي فيها اللي مكان عند المبينة، وزي ما انتم شايفين كده بربطها.
هي كانت متخرمة وجاهزة، انا ما خرمتش حاجة، هي كانت فيها خرمين في الاطراف بتوعها بتاع المساحات ليها مكان خرمين كده. انا قلت بتاع المساحة لان عزمها يعني ناشفة قوي. مسافة ما بتتني ضغطها بيظبط مع الموبينة على حسب ما انت عايز بقى، تتنيها تانية خفيفة تتقل معاك، او تتنيها تانية كده تخف معاك على ضغط الموبينة وكده. وبتجيب مغناطيس، ونصيحتي يا ريت تجيب مغناطيس اللي هو بتاع المارش بتاع الكشك. المغناطيس بتاعها جامد قوي، لكن اللي انا جبته ده بصراحة هو ده اللي كان متوفر عندي، ما كانش. وبعد كده بتجرب، انا كده جربت على 12 فولت صريح على طول، مفيش لا لمبة ولا في شاشة ديجيتال ولا اي حاجة. انا جربت كده على طول، اشتغلت الحمد لله زي الفل. بس طبعا ال 12 فولت صريح مش هتبين معاك اذا كانت شغالة ولا مش شغالة، اذا كان فيها مشكلة ولا ما فيهاش. لكن طبعا الامبير دقيق جدا، بيظهر معاك الحالة. بس بعد كده بالسنة بقى تخرم مكان اللمبة ومكان الشاشة، وتظبط مكانها زي كده. اللمبة ديت انا هشرحها لكم دلوقتي في الفيديو قدام عامة. بس اللمبة دي انا اخترتها حماية اولا، وثانيا توضيح ان انا في الاول كنت عامل الجهاز ده كنت ناوي، يعني كنت ناوي اجيب الشاشة الديجيتال دي، كنت ناوي ان انا هكمل باللمبة بس، على اساس اللمبة فيها يعني بتفصل وتشتغل وتفصل. لو في مشكلة في المبينة محروقة او فيها ملف محروق، هتلاقي اللمبة كده بتنور وتطفي. فطبعا لما جيت فكرت بقى في حوار الديجيتال دوت، بصراحة يعني هو جميل قوي يعني. طريقة التوصيل بتاع الشاشة سهلة جدا. الأحمر الرفيع والأسود الرفيع دول الكهرباء بتوع الشاشة، بيشغلوا الشاشة. تمام، يعني بتوصل السالب في الأسود والموجب في الأحمر. تمام، الشاشة بتنور معاك زي الفل. الأصفر دوت بيشغل ايه الأمبير، اللي بيشغل الفولت بتاع الشاشة. تمام، بيظهر الفولت بتاع الشاشة. وطبعا هشرحها لكم دلوقتي قدام في الفيديو. تمام. والاسود التخين والاحمر التخين دول اللي هم ايه، اللي بيظهروا معاك الامبير واللي بيظهروا معاك الفولت. وطبعا اللمبه اللي انا جايبها ديت لمبه اللي هي بتاع العربيات القديمه الصفرة، بتاع العربيات اللمبه الصفرة القديمه. ما ينفعش تجيب اللمبه اللي هي اللهم صل على سيدنا محمد، اللي هي الزينون البيضه ديت. انا جبتها عامه وهتظهر معاكم في الفيديو برضو، ما ظبطتش معايا، لان النظام اللي فيها برضو نظام كارتة صغيرة اللي هي بوردة ديت. تمام، ديجيتال برضو نفس الوضع. فانا اشتغل عليها تمام، ما كانش مخرجه لها امبير اللي هو يقوم الموبينة، يعني يخليها تلف بعد ما تاخد الاضاءة بتاعتها انها تلف. هي كانت بتاخد الاضاءة بتاعتها وتشغل المروحة بتاعتها، خلاص على كده مفيش ايه، مفيش امبير بيخرج براها. تمام. فالافضل طبعا انك تجيب الصفرة ديت. وانا بعد ما جبت الصفرة جربتها، جربت اللي هي خدت الارض بتاعها وخدت الواطي او العالي بتاعها. تمام، ما اشتغلتش. جربت على الواطي لوحده وجربت على العالي لوحده، ما اشتغلتش، او اشتغلت بس كانت ضعيفة. فرجعت رحت خدت ايه، خدت الواطي والعالي مع بعض، يعني هيبان معاكم في الفيديو برضو دلوقتي. خدت الواطي والعالي مع بعضيهم، وخدت الارض لوحدي. تمام، ووصلتهم، الله اكبر، اشتغلت زي الفل. تمام. كده دلوقتي انا ربطت السلك اللي هو الاحمر والاصفر مع بعضيهم. ولو هتيجي تعمل مفتاح زي ما انا هعمل برضو في الفيديو ان شاء الله الوقت، يعني ما كنتش ناوي عليه برضو عملته. لو هتيجي تعمل مفتاح هتفصل الاحمر والاصفر، وهيفصل ما بينهم المفتاح، وهتاخد منه سلك رايح الباور على طول. كده وانا بجرب اهوت قبل ما اقفل الشاشة، الله اكبر عليها، اشتغلت زي الفل. الشاشة كده شغالة اهي، بسم الله ما شاء الله. اللمبة طبعا مش هينفع تنور غير لما تحرك الموبينة او توصل السلكتين اللي هم رايحين للشرايح الصاج عشان تلف معاك، على حسب التوصيل اللي احنا موصلينها يعني. دلوقتي انا بفتح مكان المفتاح اللي هنركبه في النص. مش لازم تعمل اللي انا بعمله ده كله، انت ممكن تعمل متاح عندك، يعني مش لازم خشبة وتفتح وشنيور وكلام من ده كله. انت ممكن تعمل متاح عندك، ممكن تجيب الشاشة وتوصلها زي ما انا بوصل كده، وتلفها بشكرتون وتخليها جنب الجهاز على طول. تمام، ممكن تجيب اللمبة كذلك الوضع، تلفها مكان الشريحة بتاعتها بشكرتون، وبعد ما توصلها وكده وتخليها جنب الجهاز على طول.
انت كده كده عامله كاختبار، بس انا بصراحة عملته كشياكة واختبار في نفس الوقت، ان الحاجة تطلع مظبوطة وتبقى نضيفة يعني. المسمارين اللي بربطهم دولت في الخشبة الناحية ديت والناحية ديت، لقيتها هي اللي لقيتها متوفرة عندي يعني، ما لقيتش المفروض تعمل مكان جاكين وكده توصل فيهم ال 12 على طول، بس طبعا هم دول لقيته متوفر عن الحاجة لقيتها متوفرة عندي. ونصيحتي طول ما انت بتعمل حاجة، الحاجة اللي تلاقيها قريبة ومتوفرة جنبك اعمل بيها، اشتغل بيها يعني، ما مش تستنى لما اشتري لما اعمل، مش هتعمل حاجة. فاهمني؟ المسمارين دولت طبعا لا تربط فيهم المكان اللي هتوصل فيه ال 12 فولت، يعني السالب والموجب بمعنى صح. تمام. دلوقتي انا خدت الاسود اهوت والاسود الرفيع والاسود التخين، ربطتهم مكان في المسمار اللي هيطلع منه اللي هيوصل فيه السالب، وبعد كده هوصل اللي هو المفتاح، اوصل فيهم الاصفر والاحمر. تمام. وهاخد منهم سلك اوصله فين اللهم صل على سيدنا محمد، وهوصله في المسمار اللي هو جاي منه الموجب بتاع ال 12 فولت. السلكه اللي انا مش هقول لكم عليها الارض ديت هي اللي هتروح للشريحه الصاج بتاع المبينه. معلش انا كنت بشرح بالصوت، بس الصوت طبعا لما عملت تسريع للفيديو الصوت ما ظبطش معاك، فحذفته ورجعت بعمل تعليق صوت تاني وبسجل بصوت تاني. المغناطيس اللي في ايدي ده زي ما قلت لكم مغناطيس بتاع المارش بتاع التوك توك، فضيت المارش تمام وخدت منه 4 قطع مغناطيسات زي كده. طبعا مش هركبه كده، بس بوريكم يعني. بعد كده زي ما قلت لكم السلك اللي جاي من الارض بتاع اللمبه هيربط في شريحه صاج، الشريحه اللي هي داخله للكهرباء على طول. يعني المبينه مثلا بتلف شمال، فده هتركب فين؟ هتركب في الناحيه اليمين. لو المبينه بتلف يمين فانت طبعا هتركبها في الناحيه الشمال، عكس اللفه يعني بمعنى صح. والسلكه التانية اللي انا ربطتها ديت اللي هي الحمراء اللي خارجه من الشاشه الديجيتال، الحمراء التخينه. بس بعد ما خلصت كده بنثبت اللي هم المسمارين اللي هيركبوا، اللي هيثبتوا القطعه نفسها. والخشبه فيها سنه زياده اهيت هنقطعها بعد ما نخلص ان شاء الله. ماشي يا رجاله، عملنا ودي الزيادات اللي فوق. بصراحة جهاز جميل جدا، هيوفر عليك والله العظيم كتير أوي. ديت بقى وانا برش ان شاء الله. صحيح الشاي دي كانت مش غالية، ب125 جنيه، يعني انا رحت اشتريتها ساعتها ب125 جنيه زي ما هي، بسكتها بكل حاجة زي ما هي كده. تمام. هي بس كل الفكرة اللي انت بتعملها انت بتحدد ازاي هتظبطها، وطريقة توصيلها زي ما قلت شرحت لك كده وسهلة يعني. لو حد اختلف معاه حاجة كلمني وانا ان شاء الله اشرحها لك يعني. طبعا اللون اللي يناسبك رش، لو حبيت ترش يعني اللون اللي يناسبك رش. كل واحد عنده ذوق بيرش بطريقته، انا عجبني الاحمر والاسود دول فرشتهم. وحاول وانت بترش ما تبهدلش الدنيا حواليك يعني، طول ما انت يعني مثلا الوقت برش فحاطط حته خشب على المكان ما بشتغل، يعني ما يبقاش مثلا المكان بشتغل فيه احط ارش فيه واقطع فيه واجمع فيه، هتبوظ مكانك اللي انت بتصور فيه او اللي انت بتشتغل فيه. بعد كده عملت علامه السالب وعلامه الموجب زي ما انتم شايفين كده. دلوقتي كده وصلت هي ال 12 فولت وادينا بنجرب. اللمبه طول ما هي منوره ثابت بسم الله ما شاء الله، طبعا المبينه هتفضل شغاله زي الفل معاك. بص انا مجرب المجال مغناطيسي اللمبه بتخطف ازاي عشان خاطر بس المجال المغناطيسي بيلزق من الدم، دي كانت بتخبط في المجال. تمام. في المغناطيس في المبينه قصدي. بص النور بتاعها ثابت اهو مستقر. المبينة بترعش من مثلا من 45 أو 46، بترفع معاك ل47 ل47 يعني، من 4 46 4 أمبير 46 ملي، بترفع معاك ل4 أمبير 57 ملي. ده بسبب عندنا الرمان البلي هوريهولك دلوقتي في الفيديو برضه.
فاهم؟ الرمان البلي فيه مشكلة اللي هو انك بظبط عليه الوقت، ان هو لقيته برضه متوفر عندي. تمام. فظبطت عليه. دلوقتي كنت بقول لو عايزين مثلا تحط مبينة صغيرة، بص الرمان البلي بيعمل ازاي، بص جامد قوي يعني. كنت بقول لك لو عايز تنقل القطعة ديت مثلا، لو هتضيق المسافة شوية، لو تحط مبينة صغيرة عادي. ودي المبينة اللي لقيتها شغالة، دي مبينة أصلية بتاع الجهاز بتاع الصاروخ نفسه. المبينة الأصلية بصراحة جميلة أوي يعني، وما كانش فيها حاجة يعني. بص اللمات بتاعتها جميلة، ما فيهاش حاجة. ودي مبينة كراون، مبينة الصاروخ كراون 9. كويسة وكل حاجة، بس مشكلتها في الأمبير، بيخطف جامد أوي، بيخطف معاك من 4 و19. تبص تلاقيه وصل معاك بسم الله ما شاء الله 525 527. ودي شغالة، بس مشكلتها لما بتسخن يعني بعد دقيقة ولا اتنين. بص اللمبة بتعمل ازاي، اللمبة اللي انا هوصلهولكم. بص اللمبة بتعمل ازاي، بتخطف وبتروح وتيجي. طبعا بص على الأمبير كذلك الوضع. فدي مشكلتها، شغالة كويسة وهي أول ما بتبدأ كده، بس طبعا لو سبتها في الصاروخ دقيقة ولا اتنين، تبص تلاقي سخنت خلاص، ابتدي بعد كده تقطع وتشرس جامد وتضرب وكلام من ده. ودي مبينة محروقة، حبيت اوريها لك برضه عشان تفهم الجهاز شغال ازاي. دي مبينة بايظة اهي. تمام. مش راضية تلف، انا بلفها بايدي. بص الامبير صفر بيوصل 70 80، والمكان اللي هو اللي فيه مخدات شغالة بيوصل معاك 4 امبير وزي الفل وكل حاجة. بس مسافة ما تلف اللفة لحد ما توصل عند الحد، تبص تلاقي، بص الحلقة اهو قدامكم، انا بوريهولكوا بايد اهو. وبكده يا رجالة نكون وصلنا لنهاية الفيديو النهاردة. صنعنا معاكم جهاز اختبار مبينة ديجيتال هيعيش معاك العمر كله، وهيوفر عليك كتير في ورشتك. لو عجبك الاختراع ده، ياريت تدعمني بلايك، اشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد. صلاة النبي مكسبي. سلام.